النهارده جايبه لك طريقه لو عندك مرد عايزه تنيه او تانية او تطبيقات في فستان في جاكيت او بليزر، ومحتاجه تدني تانية نظيفه تكون ما فيهاش كلكعه ويكون شكلها كويس. اول حاجه في الطريقه دي ان انا هجيب المرد وهكون مفزلناه، وهتني كمان بالمكوى اللي هو الواحد سنتي. التنظيفه اللي انت شايفاه قدامك. وبعد كده هبدا بقى اتني المرد على الناحيه العكس، بدل ما اتنيه على جوه هتنيه على بره. خلاص، وهخيط الجزء بتاع المرد، جزء المرد يعني عرض المرد اللي انت شايفاه قدامك، ايوه هنا من هنا لهنا، هخيطه باتجاه العكسي. خلاص، بعد ما اخيطه بقى هعمل ايه؟ هجيب بالمقص وهشيل الزياده اللي هي هتتنى لجوه ما تكلكعنيش. خلاص. ايوه، هشيل الطبقتين على بعض مش طبقه واحده. لكن ايوه، وهشيل كمان البوزه. ايوه، دي البوزه دي بقى بشيلها ليه؟ عشان لما اجي اتني جوه يبقى يكون شكلها حلو. الواحد سنتي بقى التنظيفه بتاعت المرد برضو هشيله، بس هشيل من فوق بس مش تحتيه. هسيب تحتيه عادي. وبعد كده هقلب المرد وهقلب البوزه معايا هنا، عشان انا كنت قصه الزايده بتاعتها فالبوزه طلعت شكلها كويس. خصيصا بقى كمان في الاقمشه الشتويه، القماش القطيفه الجوخ، الاقمشه دي كلها في تيجي تتني بتعمل كلكعه وبتبقى القماشه مليانه وسميكه جدا. فالتانية دي فيها بتخلي شكلها حلو. كده خلصت معانا معلومه النهارده، ان شاء الله اشوفك في معلومه جديده. عايزة تنضمي لينا في مجال الخياطة، اسألي على كورس الخياطة تتعلمي فيه كل تريكات الخياطة. هتتعلمي معانا من أول احتراف الباترون لحد القص والتفصيل بإيدك أكتر من مرة. مستنيينك معانا في كرييتيف فاشون كورس.